الزمالك يفوز على الاتحاد بهدف نظيف عن طريق ناصر منسي ليعزز صدارته في جدول الدوري المصري الممتاز وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز والاهلي. مباراة الاتحاد ما يستحقش منها اي نقطة زي ما بيتقال، لكن لعيبة الزمالك هي اللي تستحق ان هي تتعاقب وتخسر نقطتين منها. مرقعة ودلع واستهتار من لعيبة الزمالك كانوا ممكن يكلفونا ان احنا نخسر نقطتين مهمين في صراع اللقب، لكن ربنا كان رحيم بجمهور الزمالك. سيطرة تامة على مجريات الشوط الأول من لاعيبة الزمالك بدون أي خطورة من الاتحاد باستثناء كرة مجدي قفشة من ركلة حرة مباشرة. في الدقيقة 34 بيطرد لاعب الاتحاد بعد تدخل متهور مع بيزيرا، لكن محمد شحاتة بيضرب كرسي في الكلوب في آخر دقيقة في الشوط الأول علشان ياخد كارت أحمر ملوش أي داعي. لعيبة الزمالك خلال أحداث اللقاء تفننوا في إضاعة الفرص السهلة جدا والفرص المحققة، كان ممكن الماتش ده يخلص 4 أو 5 للزمالك مستريح جدا. في الدقيقة الثانية من اللقاء هدف محقق ضاع من الزمالك من ناصر منسي، لو كان بصاها لبيزيرا هدف مؤكد 100%، ولكن هو شكله كده عايز هداف الدوري. لازم كلمتين من كابتن معتمد جمال لناصر منسي علشان الكور اللي بتضيع دي بتتكرر كل ماتش. هدف تاني محقق للزمالك بعد عرضية مثالية من بنتايج، لكن ناصر منسي بدل ما يوقفها ويحطها براحته في أي زاوية في المرمى بيفضل إن هو يلعبها من مرة واحدة بالهيد. كورة سهلة جدا كانت كفيلة إن هي تنهي المباراة من بدري. واستمرارا للفرص المحققة اللي بتضيع، عرضية مثالية من بنتايج تروح للدباغ والمرمى فاضي، لكن بيضيعها بغرابة شديدة جدا. بنتايج بيعمل أغرب تصرف الموسم ده، وبدل ما يباصي للدباغ أو ربيع على يمينه بيباصيها لبيزيرا. بيزيرا متطرف ومزنوق، وكمان بنتايج بيستنى لما يقع في التسلل علشان تضيع فرصة هدف محقق ثالثة للزمالك في ظل ماتش اتكهرب بدون أي داعي. وفي آخر دقايق اللقاء مرتدة من الزمالك محمد السيد بيلعبها لبيزيرا اللي بيلعبها للدباغ ممتازة جدا، لكن بتطول منه في الاستلامة وبيضيع فرصة هدف محقق. دي الفرص المحققة اللي ضاعت في اللقاء، لكن كان في فرص كتير جدا ضاعت نتيجة سوء تصرف من اللعيبة، وهديلكم مثال واحد بس لاني كنت هتجلط منها. خوان بيزيرا بياخد الكرة من نص الملعب وبينطلق، وشيكو بنزا بدل ما يسحب معاه المدافع علشان يفضيله مساحة وينطلق وينفرد بالمرمى، في تصرف عجيب جدا بيجري في نفس اتجاه بيزيرا علشان تضيع فرصة هدف محقق. انا مش عايز اهاجم حد ولا اقطع في لعيبة، لكن في 3 لقطات من 10 في الماتش نتيجة مرقعة لازم اتكلم عنها. احمد ربيع بيلعب الكرة بوش رجله الخارجي بدل ما يلعبها ببطن رجله سهلة علشان تتقطع وتترد علينا بكرة خطيرة جدا، لولا تألق المهدي سليمان كان زمان النتيجة 1-1. تاني وتالت لقطة هي كومبو مع بعض في نفس الكورة. ضيعنا فرصة هدف محقق، ولاعيبة الاتحاد رايحين بمرتدة خطيرة علينا، والدباغ وبنتايج وربيع وقفوا في ال18 ما رجعوش علشان الكرة توصل في وسط الملعب. وبالرغم من ان دفاعنا كله مكشوف، لكن عمر جابر ما بيعملش فاول تكتيكي. انا مش عارف يا عمر الخبرة اللي انت اكتسبتها السنين اللي انت بتلعبها دي كلها ازاي ما تعملش في الكورة دي فاول تكتيكي. نيجي بقى للمهازل التحكيمية اللي حصلت امبارح في الماتش، لان الحكم فشخنا امبارح. في الدقيقة 14 ضرب بدون كورة واضح جدا من مبولولو علشان حكم اللقاء يكتفي بإنذار فقط. أول مرة في حياتي أشوف ضرب بدون كورة بإنذار من غير طرد. الدقيقة 31 ركلة جزاء للزمالك غير محتسبة بعد عرقلة لشيكو بنزا جوه منطقة الجزاء. الحكم عمل فيها من بنها والفار كان بيتسحر. مدافع الاتحاد بيدفع وبيعرقل محمد السيد جوه منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء كان ليه رأي تاني وما حسبش أي حاجة. ركلة جزاء واضحة جدا، لعيبة الزمالك ضغطت على الحكم علشان ان هو يرجع للفار، لكن الفار كان ليه رأي تاني وما قالش للحكم يجي يشوفها. المهم بس ميشو وفيشو وكيشو يطلعوا بعد كل ماتش يقولوا لنا ان كان ليهم ركنية ما اتحسبتش. بكرر تاني، مجلس إدارة الزمالك لازم يبقى ليه وقفة وسط المهازل التحكيمية اللي بتحصل للفريق دي. 3 نقاط في غاية الأهمية للمنافسة على اللقب، وبنتمنى إن شاء الله إن الماتشات الجاية اللعيبة تسترجل زي ما كانت. انتوا لسه ما عملتوش أي حاجة، احنا متصدرين بفرق 3 نقاط، لكن ماتش واحد ممكن يخليك تالت الدوري. لازم نبطل دلع ومرقعة ونلعب للفرقة مش لاسمنا. وفي النهاية رسالة شكر لجمهور الزمالك العظيم اللي ملأ جنبات استاد القاهرة في مباراة امبارح، وبتمنى إن احنا نفضل ورا فرقتنا ونفضل ندعمها، لأن الفريق محتاج لنا أكتر من أي وقت تاني. عاش الزمالك، عاش جمهور الزمالك.